بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا حبايبي. عاملين إيه؟ كل سنة وانتم طيبين بقدوم شهر رجب الكريم، ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والعافية إن شاء الله، ويزيه الغمة عن إخواتنا في فلسطين. هنعمل النهاردة كده، نبدأ كده مع بعض ونشوف هنعمل إيه. نخش كده على الفيديو، هنبدأ ونعمل كده مع بعض طريقة عمل الجلاش. هنعمل جلاش بطريقة سهلة وبسيطة، وفي 3 دقايق هتكوني مخلصاه لو انت مستعجلة زي حالتي. هنبتدي كده نعمل مع بعض الشربات الكنافة او القطايف او الجلاش. مقداره بيكون واحد، مقدار بتاعه كوباية سكر على كوباية مية على عصرة ليمونة، ولو عندك معلقة عسل جلوكوز حطيها بتكون تمام التمام. وباكو فانيليا، انا بحب احط الفانيليا في الشربات. لو انتي حابه زي كده حطي، بتدي نكهه وبتدي ريحه وبتدي تيست حلو. هنبتدي كده مع بعض. انا معايا لفه جلاش. الجلاش ده شارياه بالكيلو. الجلاش شارياه بالكيلو. هفرده كده قصادكم زي ما انتوا شايفين، وهبتدي كده اظبط الورق معايا، وهقسم الورق الى نصين. ده مش نص كيلو، ده اقل من نص كيلو، حوالي عن 300 جرام او اقل. هبتدي كده اقسمه كده نصين وهظبطه، ولو متكسر معاكي ما تخافيش، هيلتف وهيبقى 100 100. معايا السوداني محمصاه او محمصاه كويس، و فرمة نص فرمة كده، او دجاه في او صحنه في المصحنة، على حسب اختيارك. عايزاه ناعم عايزاه خشن، كل واحد على حسب اختياره. هبتدي كده معايا زبيب، ومعايا جوز الهند. اللهم صل عليك يا نبي. هبتدي كده افرد على الورقة كلها كده الحشوة بتاعتك. الحشوة الحشوة المتاحة عندك فستق، عندك لوز، عندك عين جمل، المتاحة عندك احشيه. كل واحد على حسب مقدرته. انا حشيت زبيب وجوز الهند وسوداني، مش اكتر من كده. عايزة تطبقي بالنسبة للتطبيقة اللي انا بطبقها قدامك دي، عايزة تكبري التطبيقة عن كده كبريها، مفيش أي مشكلة. اللي إيدك تيجي عليه اعمليه. لو عايزة يعني تكبري التطبيقة عن كده كبريها، بس بالنسبة لي حلوة شغال. فهبتدي برضو أعمل النص التاني من الورق بالشكل ده. هنكمل زي ما انتوا شايفين، وهحط كمية الزبيب وجوز الهند والسوداني كله كده مع بعض، وهنفردهم وكده يبقى احنا خلصنا كمية الجلاش مرة واحدة. هطبقها برضو بنفس التطبيقة اللي احنا طبقناها المرة الأولانية. سوي كده وظبطي. سهلة وسريعة وبسيطة وما خدتش وقت. لو في نص الليل هتعمليها، في أي وقت هتعمليها، غير لما بتاخد وقت وبتاخد بس برضو كل شيء ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. أنا تهت راح مني الكلام. اي ورقة مهرية عندك زي ما انت شايفة كده، ابتدي هاتيها وحطها في النص وطبقي عليها، ما فيهاش اي مشكلة. اهي زي ما انتوا شايفين كده. هسويه بقى ساوي كده على قد ما تقدري، ما تخليش حاجة متنية معاكي. هبتدي كده زي ما انتوا شايفين هقطعها. عايزة تقطعيها اسطوانات قطعيها، عايزة تقطعيها مثلثات قطعيها. انا هقطعها كده مثلثات. اهم حاجة السكينة بتاعتك تكون حامية، او منشار زي ما انت شايفاها، منشار اللي هو بتاع الجاتو الطرد ده، زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعها مثلثات. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم مني كل جديد. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي. ولو انت موجودة في القناة يا مرحب بيكي ونورتيني وشرفتيني. ادي التقطيع. هجيب الصينية، مش شرط ان انت تدهنيها اي مادة دهنية، ترصي فيها على طول، لاننا كده كده هنصفي دلوقتي. هنشوف الخطوة دي مع بعض. هنرص الاول كده واحدة واحدة، رصيها ما تخافيش، ما بتفكش في السوا ولا اي حاجة، وبتمسك في بعضيها وبتتحمر وبتكون 100 100 ما شاء الله. رص كل مثلث كده بالطريقة دي.
طريقة سهلة وبسيطة وفي ثواني خلصت. احنا كده ايه ما كملناش حاجة، والشربات خلص معايا وبرد كمان، سيباه يبرد. هرص الكمية كلها كده بالشكل ده. هبتدي اجيب التانية واقطعها بنفس الطريقة. عايزة تعملي زي ما قلتلكي، عايزة تقطعيها اسطوانات قطعيها، عايزة تقطعيها مثلثات اقطعيها، مفيش اي فرق. ما تخافيش من البهدلة اللي بتتبهدل دي، هنردها وهتتساوى وما فيهاش اي مشكلة، لان المرة دي قطعت عكسي، المفروض كنت اقطع من الناحية دي، بس مش جاري اي مشكلة. كله هيتسوى دلوقتي قدامك وهيرتص في الصينية، ومش هيبقى فيه اي فرق بيناتهم. اهي هنشيل كده الواحدة بوحدتها ونحطها في الصينية. هنرص كل الكمية بالشكل ده. اي حشو وقعت منك عايزة تحطيها حطيها في ما بصي، ما تعقديش روحك، كل حاجة سهلة وبسيطة. انا كده رصيت كل الكميه اللي معايا. هبتدي كده اجيب سمنه على زبده وايه يدوبك فكهم كده على البوتاجاز، مش يعني ايه مسيحاهم جامد ومخليهم ينجتحوا، لا، يدوبك فكوا. وهجيب معلقه صغيره من البيكنج باودر واحطهم عليها، علشان البيكنج باودر بتورق الورق معايا وبتخلوش يلزق مع بعض. التكايه دي حلوه جدا جدا جدا. هبتدي اكب الكميه اللي معايا كلها على ايه، على اللهم صل عليك يا نبي، على الجلاش زي ما انتوا شايفين. هتقولي كتيرة، هقولك ايوه كتيرة، بس ما تخافيش، بعد ما يستوي كل الزيادة هنصفيها مع بعض. هصفيها كويس قبل ما ايه احط عليها الشربات، علشان ما تكونش الدسمة زيادة. هناخد كده الحتة اللي مش هنحط لها، نشيل كده من الجنب ونحط ايه، ونغرق الجلاش كويس جدا بالسمنة. الحلويات الشرقية أهم حاجة فيها السمنة يا جماعة، أهم حاجة تكون واخدة حقها من السمنة، إن كان بسبوسة أو جلاش أو كنافة بالشكل ده، تدي حقها في السمنة تطلع معاكي تحفة تحفة تحفة. دي بعد ما دخلتها في الفرن وعلى نار حامية زي ما انتوا شايفين في الرف الأوسط، وصفيت الزيت منها، ما تنسوش تصفوا السمنة. وبعد كده هضيف الشربات وهو بارد، والكنافة والجلاش سخن بالشكل ده. بجد والله العظيم طعمه وريحته تحفة، والكاميرا ظلماه في التصوير، هو طالع لونه جميل جدا جدا جدا، والزبدة ظاهرة فيه جامد لاني ضايفة زبدة على سمنة فعاملة تيست جامد. ودي كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد.